السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، النهاردة الفيديو بتاعي فيديو مختلف. انا عمري ما نزلت فيديو لسبب ولا لأي حاجة غير اني بعمل محتوى طبخ. بس الفيديو ده شدنا كلنا، والموضوع دوت خلانا كلنا زعلنا جدا. احنا انا واحدة من الناس فتحت فيديو لطيوبة ام البنات، شفت روتين من عندها لان شكل ما شاء الله الروتين عندها غير اي حاجة سمعناها عن روتين قبل كده. شدتنا وادائها، وما شاء الله إلقائها وصوتها، صوتها الطيب اللي تحس بيه في الطيبة. فانا بصراحة انا شفت لها فيديو قبل موضوع الزلزال وقبل المواضيع ديت، فكان فيديو بالصدفة زي ما احيانا كده كتير بقعد اتابع واشوف كده حاجات. فهي جت بصراحة بالصدفة ان انا اسمعها واشوفها، عشان لما اسمع الخبر اللي كان غلط، اللي كان ربنا يسامح اللي نزله، ان انا ازعل قوي كاني عارفاها كاني شايفاها. زي ما ناس كتير قوي من اليوتيوب، احنا من بلاد كتير مختلفة بس بنسمع بعض وبنشوف بعض. اما بنسمع اي حاجة عن اي حد، نكون سمعنا له فيديو او شفنا له حاجة بنحزن جدا، ولو سمعنا حاجة تفرح بنفرح جدا. سبحان الله، يعني احنا بقينا نتفاعل وبقينا نتعايش مع كل قصص ومع كل حاجة بنسمعها في السوشيال ميديا او في اليوتيوب. فبصراحة انا واحدة من الناس، اول ما سمعت الخبر دوت وقريته في فيديوهات وابتديت اشوف العناوين وابتديت ابص عليه، انا واحدة من الناس زعلت جدا وكنت حزينة، وكنت كل شوية بفتح الفيديوهات واوريها لكل الناس اللي حواليا، وكنت زعلانة جدا وكنت مصدقة بصراحة، لان دي حاجات ما يتكدبش فيها. لحد ما من يعني النهاردة تقريبا لقيت كذا فيديو، ومنهم فيديو صوتي هي نفسها طيبة بتتكلم فيه وبتقول الحمد لله. هي زعلانة ان الناس نزلت فيديوهات بالكلام دوت، وان هي قالت كده، وان هم قلقوا اخواتها قلقوا اهلها عليها. فبصراحة بداية اللي نزل خبر عشان خاطر خبر يعني للشهرة، وبعد كده في ناس كانت بتنزل دوت عشان خاطر زعلانة وبيترحموا عليهم، ربنا يخليهم ويبارك فيهم. الخبر بيقول، واللي انا سمعته ان كان ده صوت طيبة الحقيقية، ان هي بتقول انها بخير وان بناتها بخير وان اسرتها بخير. يا رب يكون ده فيديو حقيقي وما يكونش متفبرك من حد، وتكونوا كلكم بخير. وكلنا هنفرح جدا لما يتأكد ده فعلا، وتبتدي تنزلي فيديو جديد وتفرحينا كلنا. لان كلنا والله انا واحدة من الناس وبتكلم ومتأكدة ان ناس كتير زيي قلبنا اتوجع، لان احنا يعني خلاص بقينا نتعايش الفيديوهات ونتعايش مع صوتنا كلنا، ان ديت واقع وحياة. فبجد لو كان الفيديو ده حقيقي انا فرحانة جدا، وبتمنى لك الخير وبتمنى لك البركة وبتمنى لك الصحة، وربنا يبارك فيكي في ولادك.